بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما افتح التليفون اشوف حد بيعمل الحواوشي بطريقة معينة كده، فقلت اجرب الطريقة دي واقول لكم ان كانت الطريقة كويسة تعملوها ولا لا. هي طريقة بسيطة جدا وزي طريقة الحواوشي العادية، بس فيها تكاية صغيرة كده، ويقعدوا يقولوا محلات الحواوشي وده سر محلات الحواوشي ومحلات الحواوشي بتعمله كده. هنشوف عملنا ازاي. طبعا جبنا اللحمة المفرومة، وفي الكب عندك او تخرطي على ايدك عادي، يعني تعملي بصل وفلفل وتحطي فيه فلفل حامي لو عايزه تحطي، وفصين توم تضربيهم في الكبه، حطيتهم على اللحمه المعصجه. وطبعا حطيت التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسمر وبهارات حواوشي. التكه هي ايه بقى؟ جبت حبيتين قوطه وبصلايه صغيره، ضربتهم في الخلاط وصفيتهم، صفيت الميه بتاعتهم على جنب، وخدت التفل حطيته على خلطه الحواوشي. تحطي طبعا بهارات حواوشي وتعجنيهم كويس جدا. احنا قلنا الملح وفلفل اسمر وبهارات الحواوشي. والتكه اللي بقولك عليها بقى، اللي كل ما اشوف حد يقولك محلات الحواوشي، السر بتاع محلات الحواوشي السر. فتعالوا نشوف السر ده هيطلع سر ولا هيطلع ايه. بعد كده بتجيبي العيش بتاعك، بتعمليه بالطريقه المعتاده، عيش بلدي او عيش ابيض شامي او اي عيش بقى انت عايزاه. وبيعملوا ايه بقى؟ بتيجي بيحطوا كده في الميه اللي هي بتاعت البصل والقوطه دي، وفيها ملح وفلفل اسود. بعد ما هحشي طبعا الحواوشي بتاعي، يفضل يعني ان انت تعملي كور متساويه كده عشان يكون اللحمه في كل الارغفه قد بعض. وبيبقى حلو قوي بالعيش الشامي يا جماعه، على فكره العيش الشامي اللي هو الصغير ده. هنا بقى التكه اللي بقولك عليها. بعد كده اخدت الرغيف وبتحطيه في الميه، بيحطوه بالطريقه دي في اللي هي ميه البصل والطماطم والفلفل. وهنا بقى كانت عندي قطعه ليا، خليتها تسيح على الجريل، وبعدين هحط العيش بتاعي. هي الطريقة، هو طعم الحواوشي حلو، بس ايه بقى التكة الغلط في الموضوع؟ ان بيخلي العيش يبوش خالص، يعني يدوب، يبقى العيش مهري كده ودايب. عايز طريقة خاصة في التعامل، يعني تعلي عليه النار قوي قوي، عشان لو انت هديتي النار بتلاقيه بقى ما انت بتلاقي اللحمة طلعت في ناحية والعيش طلع في ناحية. يعني لو قلت لك هما الرغيفين دول اللي طلعوا مع دول حالهم كده، والباقي كله اتبهدل. فاللي حابب الطريقه دي، اي نعم بتخلي طعم العيش حلو، بس انا شايفه ان الطريقه العاديه بتاعتنا ما اثرتش معانا في حاجه. هيعوز تعامل بطريقه معينه، وبعد كده العيش لما هيبرد شويه هتحسي ان هو بايش، زي العيش المبلول بالظبط. في الاول اهو بقولك ان هو ناشف، وبعد كده لو سبتيه شويه هتلاقيه طري. ده دول الرغيفين اللي طلعوا سلام، الباقي كله اتهرى واتبهدل. فما انصحش حد انه يجرب الطريقه دي، وخليكم على الطريقه العاديه بتاعتنا، وبالهنا والشفا.